الا عطيناك مليار شنو دير بها؟ هذا السؤال ضروري يا اما انت طرحتيه شي نهار يا اما تطرح عليك. ولا لاحظتي الجواب ديالك غيكون مختلف تماما على الاجوبه ديال الناس اللي معك، كل واحد عطى جواب بشكل. هذا الاختلاف هذا كيكون جاي من بزاف ديال الحوايج، يا اما من البيئه اللي كبرتي فيها، من المشاكل اللي دزتي منهم او اللي كدوز منهم، الظروف اللي عشتي، او حتى من مستوى الوعي بالاهميه ديال داكشي اللي في يديك. ولكن اللي تقدر ما تلاحظوش هو ان هادشي ما كيأثرش غير على هذا الجواب الخيالي الافتراضي ديال هذا السؤال هذا، ولكن يقدر يأثر حتى على الاداره الماليه ديال المشروع ديالك. يعني ما غاديش تقدر دير واحد الاداره مزيانه للفلوس ديال المشروع ديالك. لنفترض انك انت كابر في واحد البيئه اللي كانت ديما موفره لك كلشي، دونك نهار درتي واحد البيزنس اللي بيان سور عنده واحد البيدجي محدد، خدمتي بزاف ديال الموظفين وكلهم درتي لهم دي زابونمون إليميتي وخديتي لهم اخر ما كاين في ايفون. ناخذ كونتر اكزومبل اللي غنفترضوا فيه انك مثلا انت دوزتي واحد الظروف اللي خايبه اللي علماتك انك تكون سقرا، خدمتي واحد العدد قليل ديال الموظفين لدرجه ان كل موظف كيدير خدمه ديال 2 ولا 3 ديال الناس. لاكتيفيتي ديالك محتاجه مثلا الفيبر، انت درتي اقل ما يمكن في الديبي وعيشتيهم في واحد التقشف اللي ما يمكنش يخدموا فيه مزيان. هاد لي زيكزامبل بجوج فيهم الاداره الماليه كتاثر بواحد الطريقه سلبيه على هذاك البيزنس. داكشي علاش ما خصكش تخلي هذاك الباجاج ديالك ياثر على الاداره الماليه، وخاصك ديرها تكون مدروسه مزيان على حساب الاولويات وشنو هما الحوايج المهمين اللي خاصهم يتحطوا فيهم الفلوس، وفي نفس الوقت شنو هما الحوايج اللي ماشي مهمين نقدروا نستغناو عليهم كاع اولا ما نحطوش فيهم فلوس بزاف.